تشواميني فرقع لفالفيردي عينو. كاين انباء حتى على ان فالفيردي تعرض لضربه في الراس وغادي يغيب مده على كره. اش هو طاري هاد الايام بزاف ديال الاخبار خرجت على ريال مدريد، ولكن كاين واحد الموضوع اللي نقدروا نقولوا عليه انه خطير وممكن يفرتك فرقه بحجم ريال مدريد. البدايه كانت ملي تسرب خبر كيقول باللي رودريغو دخل في نقاش مع كاريراس، والقضيه فيها تصرفيقه. في الاول بزاف ديال الناس قالوا ان هذه مجرد اشاعه، خصوصا ان الخبر كيهضر على روديغر سلخ كاريراس، ولكن من بعد تاكد الخبر حيت خرج كاريراس في ستوري واكد هذا الشيء وقال باللي الامور اللي وقعت داخليا كتحل داخليا. وحسب التقارير السبب ما كانش كروي فقط، ولكن بسبب التصرفات والانضباط اللي ما كاينش داخل الفريق. وكاين اللي قال ان بعض اللاعبين ما عجبهمش الالتزام ديال كاريراس اللي ما كانش احترافي، وروديغر كان اكثر الناس اللي هضروا معاه على ود هذا الموضوع هذا. ومن بعد تطور النقاش حتى ولات فيه شد لي نقطع عليك. الموضوع ما وقفش هنا، من بعد خرجت اخبار اخرى كتقول باللي فالفيردي وتشواميني حتى هما دخلوا في نقاش، وماشي اي نقاش، القضيه فيها الضرب. ولكن من بعد تشواميني حاول يسلم على فالفيردي باش يدوزوا المشكل، ولكن فالفيردي رفض، وهذا الشيء اللي خلى النقاش يعاود يحيا بيناتهم. الاخبار اللي خرجت من بعد هي اللي خلات الموضوع يكبر بزاف، حيت كاين اللي قال ان فالفيردي تعرض لضربه في الوجه ومشى للطبيب وخيط، وبزاف ديال الصحف والبرامج الرياضيه هضروا على هذا الشيء. ومن خلال هذا الشيء كيبان ان الاجواء داخل الفريق ماشي مستقره كيف ما كان كيبان الناس، والمشكل غادي وكيكبر. النادي دابا اعلن على فتح اجراءات تاديبيه ضد اللعابه اللي داروا المشاكل. اشنو ظهر لكم انتوما؟ في نظرك شنو سبب مشاكل ريال مدريد؟